سيدنا النبي علمنا كده صلى على سيدنا النبي، يقول اللي بيصلي إمام ده مثال يعني، من أمن للناس فليخفف، حتى لو هو عايز يمول عشان هو بيدبر مصالحه يراعي اللي وراه. لما تيجي حضرتك الأمثلة كتير بقى في قصة لما تدبر مصالحك راعي الناس، لما تيجي تركب مواصلة والسواق يخلي الكرة وانت بتدبر تفكر في نفسك هتدفع، لكن حضرتك مطلوب منك تمتنع عن دفع الكرة عشان تراعي في واحد معهوش 2 جنيه. فلما حضرتك يكون معاك 2 جنيه فتدفع عادي مفيش مشكله، اللي معاك جنيه يمشي على رجليه مثلا عشان حضرتك تفكر في نفسك وبس. قيس على هذا المثال امثله كتير. لما تيجي تتظاهر تقطع طريق، ليه تقطع طريق؟ في اسعاف وفي موت عايزين ينزلوا، في واحد متعطل عن شغله، في واحد بنته مريضه، في واحد زوجته مريضه، في زوجه عايزه ترجع لعيالها عشان ليه تقطع طريق دي؟ لما تبقى منفعل وزعلان على اي مكان فتكسر في المؤسسات والمصالح الحكوميه والشوارع، الشوارع دي تتصلح على حسابنا كلنا. كنت منفعل النهارده هتدفع من ايدي وانا معيش، انا معيش. طيب اسلوبي الضرايب والضرايب ليه؟ الامر ده مش ليك حضرتك انك انت تتضايق في بيتكم وادخل جوه بيتكم كسر، لو راجل كسر بيتكم هو شريكك كده كسر فيها زي ما انت عايز، تكسر مصلحه حكوميه والرصيف بتاع الشوارع ليه؟ تولع في عماره ولا برج ولا مؤسسه ليه؟ مال المصلحه الحكوميه ده ايه؟ بانفعالك. ما هو انت لو كنت بتفكر في مصالح الناس وانت بتدبر مصلحتك ما يحصلش كده في حاجات كتير. لكن تلاقي السلبيه يا راجل تركب مواصله فالسواق يقول لك الأجرة 5 جنيه، والله حصل الأجرة 5 جنيه، وأنا مش عايز أعمل الحظر بنص ساعة مش عايز ينزل. طيب ما في واحد ما معهوش لا 2 جنيه ونص ولا 2 جنيه يدفع، فأنا أدفع ما عنديش مشكلة. شيخ سلبي فتيجي واحدة من ورا واحدة سالبة تقول لا أنا ممتنع عن الدفع، فتكتشف حضرتك ان الست ده راحت واحده جنبها القلبانه معاها 2 جنيه ونص كده سالم تدفع لها، بس يبقى ده قانون ماشي في الدنيا. طيب حضرتك انا فكرت في نفسي واللي جنبي فكر في نفسه واللي جنبي فكر في نفسه، مين يفكر في مصالح؟ ما هو يعني مش بنقول حب اخيك ما تحب